قلنا واتكلمنا في ماتش الزمالك، وقلنا يا جماعه غصب عن عيني الزمالك مش بمزاجه هيلعب ماتش سيراميكا. الكلام ما فيهوش جدال. انت كنادي ورطت نفسك وورطت جماهيرك، وحتى وانت بتطلع بيان وتقول انا هلعب، فانت بتتحايل على الجماهير وتقول لهم انا مقدركم وانا براعي كلامكم، بس احنا لينا متطلبات ولينا ظروف ولينا مش عارف ايه والتيت كل الكلام ده ملوش اي ستيل لازمه. انت كان لازم تلعب، لان انت عاديت الناس اللي المفروض لا مؤاخذه لا مؤاخذه هي اللي ترمخلك على الجوابات، هي اللي ترمخلك على ايقاف القيد، هي اللي ترمخلك على الفلوس اللي عليك. انت عادته خلاص يا حبيبي اشرب، وفي الاخر رجعت تعمل ايه؟ رحت معدي، وطيت راسك عشان خاطر تعدي من تحت الكوبري وتكمل والدنيا تمشي. ويطلع جمهورك يقول لك ايه؟ اصل ده احنا طلباتنا اتنفذت. مفيش حاجه اتنفذت. عامر حسين زي ما هو، فيريرا زي ما هو رئيس لجنه الحكام، الجدول زي ما هو. فما تقوليش ان هو اعلن، هو اعلن بس بالترتيب اللي حطيته الرابطه، اللي قالت عليه الرابطه، اللي هو الترتيب يعني ايه؟ الموازي للحق، اللي هو بيقول ان انا هلعب الدوري عادي، وما بين كل ماتش وماتش هحط ماتش مؤجل بترتيب المؤجلات. اللي الكلام ده مش عاجبك، انت كل هدفك بس الاهلي ما لعبش في الدور الاول، ما لعبش قصاد بيراميدز، هو ده هدف الزملكاوي. هل سمعت حد بيتكلم بيقول لك الاهلي ما لعبش فاركو الدور الثاني ازاي بيلعبني؟ ما فيش الكلام ده. هو بيتكلم على حته بيراميدز، هو مش شايف غير بيراميدز. انت تخلي بيراميدز يديك على قفاك وياخد مكانك وياخد جماهيرك وياخد كل حاجه، وانت في الاخر تطلع ايه؟ بلوش. سلام.